السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة بقى ايه هنعمل؟ سمك. انا رحت السوق، كنت محتارة هنعمل اكل ايه. المهم ايه، لقيت السمك كان رخيص شوية. المهم جبت 2 كيلو سمك، قلت اعمل لهم بقى ايه، ادلع العيال. أنا ما كنتش ادلعهم، انا مين اللي هيدلعهم؟ جبت 2 كيلو سمك. طبعا قلت يعني شوية كده منه، والباقي ايه ما العيال تيجي تقرب اقللها الباقي. وعملت لهم شويه سلطه ورز صياديه، رز ببصل. هنا السمك مسكته غسلته طبعا غسله حلوه بقى، بصوا دعكته دعكه وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وعصرت عليه ليمون. يعني المهم غسلته كويس. طبعا ما فيش حد ما بيعرفش يغسل حاجه، كل الناس بتعرف تغسل. بص اهو الواحد بيقول. وهنا الدقه بتاعتي بقى كنت انا محضره راس توم وقرن فلفل اخضر، وطبعا التوابل اهم حاجه في ده كله الكمون. وحطيت حبه شطه بسيط قوي عشان انا حاطه فلفل حامي وفلفل اخضر. وحطيت ملح طبعا وشويه كزبره بسيطه وكده. المهم ايه عملت الدقه بتاعت السمك كده زي ما انتم شايفين. ومسكت السمك بتاعي بقى وهخلله. انا عيالي بتحب التخليل بتاعه يكون كتير. هنا بقى ويا حبايبي بقى، وبعدها هسيبه شويه يشرب من تتبيلته، عشان كل ما بيشرب من تتبيلته برضو بتبقى طعمه حلو قوي. طبعا لما انا نضفته فعامله له فتحات عشان يستوي كويس معايا. هخلص بقى الكميه بتاعتي وبعدها انا اسفه كل سنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش عارفه ليه ما باجي اتكلم ولا باجي اسجل، ما اعرفش بتبرجل ليه. هنا بقى ايه ده، دلوقتي بقيت الخلطه بتاعتي طبعا وعصرت الليمون وكده، وهركنه شويه قرب ما هاجي اقليه. اقلي بقى على قد اللي هياكل. هنا طبعا عشان ما اوسخش حاجه، بصوا لقيت كرتونه نظيفه عندي، رحت حاطه فيها، بحط بقى فيها الدقيق واعوز السمك كويس واقلي السمك. تعالوا اتفضلوا كلوا معانا سمك ورز. وعملت لهم سلطه وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي ما اشتركش في القناه اشترك يا جماعه، اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه عشان تسعدوني.